لو ما بقاش بيهتم بيك أو ما بقاش زي الأول معاك بيبقى فيه 5 أسباب. أولا، أي شخص في البداية بيبقى عنده شغف وفضول من ناحيتك، فعشان كده بيبقى مقرب قوي. لما الفضول بيروح والشخص ده بيرجع لطبيعته عادي، انت بتفتكر ان ده مش طبيعي وبتبقى عايزه يبقى مقرب طول الوقت. بس ده الطبيعي عادي، لأن فترة التعارف والكلام الكتير خلص. فاهدى وانت كمان خليك طبيعي، لأن هو مش هيفضل مقرب اوفر طول الوقت، هو خلاص اتعرف عليك. نشوف بقى الخطوة الجاية. تاني سبب، لما الشخص ده بيحس ان انت بقيت ملكه وان هو بقى حاصل عليك، ده بيطمنه، بالذات لو انت محسسه بده وموجود قصاده طول الوقت. وده ما ينفعش، لازم تبقى مش متاح قصاده طول الوقت وتبقى مشغول في حياتك عشان ما يحسش انك ملكه. ولازم ان انت تبقى محسسه ان حياتك مشغولة ومليانة ناس وفيها حاجات تانية كتير، وان هو مش اساسي في حياتك. تالت حاجة، لما العيوب اللي في كل واحد فيكو تبدأ تبان، من خناقات وعتاب وتحكمات وغيرة، كل ده لما بيبدأ يبان بيخلي الدنيا بينكم مش ألطف حاجة. فالنصيحة هنا إنك تبطل تعاتب وتغير، وكل ده بيزهق الشخص اللي قدامك منك وبيحسسه إن أنت هتموت عليه وما وراكش غيره، وكمان بيحسسه بالخنقة. رابع حاجة، لما الوقت بيعدي ومش بيبقى فيه جديد، بتحسوا بملل وإن المشاعر قلت، وده شيء طبيعي جدا. ولكن لو انت اديته مساحته وسبته فترة، هتلاقي ان هو رجعتوا توحشوا بعض تاني وتتكلموا تاني. فادي الشخص ده مساحته وانت كمان خد مساحتك. خامس حاجة والأخيرة، لو الشخص ده بيلعب بيك وكان مقرب كل الفترة دي عشان يعلقك بيه، وبعد كده يقوم يسحب اهتمام بعد ما علقك بيه، وده ساعتها بيكون هدفه الوحيد ان هو يعلقك بيه ويمشي. لما بيحقق هدفه بيبدأ يقلل الاهتمام. كل الحالات اللي أنا قلتها دي بيكون لو في ارتباط رسمي، ما عدا رقم 5. لو في حياتك شخص بيعلقك بيه أو داخل مش جد أصلا وانتوا مش مرتبطين، وبيحاول يعلقك بيه وبعد كده يسحب اهتمام مرة واحدة أو يختفي، انسحب من حياته فورا.